يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل سندوتشات جبنة بالخضار في عيش سوري. طعمه حلو قوي، والحشو طبعا دي حاجة ترجع لكم زي ما انتوا عايزين. وأنا هعمله على الجريل أو في صينية من غير ما نحط له أي دهون خالص. أنا جايبة عيش سوري، هو بيتباع بالكيلو. بطاطس محمرة، بطاطس، شوية موتزاريلا، أي جبن باقية عندكم حطوها. دي كانت جبنة جودة فاضلة عندي. جرجير انا غسلاه كويس وشايله العروق منه، هفرشه في الساندوتش بيخلي طعمه حلو قوي. فلفل وطماطم وزيتون، كاتشب ومايونيز. هوريكم ازاي انا بحشيه من غير ما يقع منه اي حاجه خالص. هتقولوا لي الجرجير بيتاكل جنب الاكل؟ لا، هو جوه الساندوتشات دي اما بيدبلوا كده مع شوي الساندوتش بيبقى رائع. حطيت الجرجير، هحط شويه بطاطس. والخضار بقى دي حاجة ترجع لكم. انا حاطة طماطم وزيتون وفلفل، ممكن تحطوا فلفل الوان، جزر مبشور، اللي انتوا عايزينه. فراخ باقية عندكم من قبلها فصصوها وحطوها، كفتة، صدق، اي حاجة. حطيت زيتون اخضر وشوية طماطم وفلفل. هحط الموتزاريلا، احط عليهم رشة مايونيز وكاتشب، واقفل على كده الساندوتش. مش عايزة اقول لكم كان طعمه عامل ازاي، وحرمش جدا وغمق وكل حاجة، ومن غير ما احط له اي زيت او اي زبدة ولا اي حاجة خالص. ودي الطريقة اللي هقفل بيها. تبقوا متحكمين بس كويس وانتوا ماسكينه علشان ما يفلتش ومفيش اي حاجة تقع منه. كده انا ببرمه، والحتة اللي هتفضل تحت انا هرصه في الصينية زي ما هو شكله كده بالظبط. هعمل لكم واحد تاني. انا كان عندي باقي من قبلها بيوم صدق هحطه. ده مش هحط له جرجير، يعني انوع شويه في السندوتشات. احط الصدوق وبطاطس، واحط له الخضار والموتزاريلا، كاتشب ومايونيز. عايزين تحطوا مستردة، باربيكيو بيبقى حلو قوي برضو. بس وكده الموتزاريلا، وهنقفل نحط مايونيز وكاتشب ونقفل عليه. كنت نسيت احطه فهحط الكاتشب والمايونيز. ودي طريقة بتخليه استحالة حاجة تقع منه. العيش السوري بيتباع في كل مكان، يعني هتلاقوه بيتباع بالكيلو مش بالواحد. هعمل لكم واحد كمان. ده هعمله جبن بس، بطاطس. حطيت الجرجير واحط بطاطس، والموتزاريلا نفس الحكاية. انا بس قررت علشان اوريكم بس بيتقفل ازاي. وهو بيبقى شبه شوية الكريب، يعني الخلطات الكريب. قالوا لي لا احط لنا سجق، فحطيت. هحط الخضار. فلفل الالوان بيبقى حلو قوي برضو معاه، بس بصراحة ما كانش عندي اللي كان متوفر في البيت انا حطيته. بس هقفل الساندوتش، واهم حاجة ما نقلبوش لما نحطه في الطاسة او في الجريل، الا لما نحس ان اللون الناحية التانية اغمق ومسك في بعضه، عشان ما يتبهدلش مننا. انا كده خلصت. حبيت اوريكم بس طريقة قفله. هنحطه بقى في الطاسة، نكون مسخنينها شوية، ونار ما تبقاش عالية يا جماعة، النار تبقى متوسطة علشان الجبنة تسيح والحاجة تسخن من جوه، مش السندوتش يلون بسرعة والحاجة لسه ما ساحتش. انا هنا اللي حطاه في صينية ومش حاطه لها اي مواد دهنية خالص. هرصه ومش هقلبه الا لما احس ان لونه اتغير، وما تبقاش النار برضو زي ما قلت لكم عليها. كده انا خلصت. ميرسي جدا على متابعتكم، ومش عايزه اقول لكم هو طعمه عامل ازاي. يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. ولو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي جدا على متابعتكم.